المباراة والبحث عن تعديل، وهنا يبحث عن هدف ثاني يضاعف نتيجة المباراة. الثاني ضاعت ثاني الأهداف لقطر، وصافرة حكم المباراة. نعم شاهد حكم المباراة ما يقول حكم اللقاء، ما يحتسب ركلة جزاء أم يعود هناك للفار. هذه الكرة الماضية من علي أسد والتمريرة، وعلاء بعد المحاولة شاهد حتى الآن ما فيها شيء، والتسديدة وبعد الدخول وحل فيها ركلة جزاء بالفعل. أم احتسبها حكم المباراة أم يعود هناك لتقنية الفيديو لتقنية الفار. العرقلة فيها بالفعل. نعم انتظر يحدث حكام الفار، يتحدث مع جيرمي الفرنسي وفون مين الصيني. شاهد ما هو قرار حكم المباراة، وهل تكون أول ركلة جزاء تكون أيضا يعود بها حكم اللقاء لتقنية الفيديو، بعد أن شاهدنا أيضا بمباراة الأمس مباراة المنتخب السعودي ومباراة المنتخب اليمني، شاهدنا ركلة جزاء بالفعل الأولى بتلك المباراة، وركلة الجزاء للمنتخب القطري. من على التنفيذ؟ نعم قرار حكم المباراة منذ البداية، والاحتراز كان من لاعبي المنتخب الكويتي. هذا أحمد علاء لاعب نادي الغرافة القطري، هو على التنفيذ. أحمد علاء بمواجهة حارس كبير سليمان عبد الغفور. هل يكون الهدف الثاني للمنتخب العنابي؟ أحمد على التنفيذ في هذه الكرة الثابتة، ركلة جزاء، ضربة جزاء للمنتخب العنابي. استمع لهذه الهتافات، جماهير يدعمون ويعزرون أحمد علاء وسليمان. أحمد علاء الهدف الثاني للمنتخب القطري، نعم للمنتخب العنابي. ثاني وببرود الأعصاب أحمد علاء يسجل الهدف الثاني.